يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم. شهم تشيد به الدنيا برمتها على المنائر من عرب ومن عجم. أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم. نفضت عنها غبار الذل فاتقدت وأبدعت وروت ما قلت للأمم. فمن أبو بكر قبل الوحي من عمر ومن علي ومن عثمان ذو الرحم. من خالد من صلاح الدين قبلك من مالك ومن النعمان في القمم. من البخاري ومن أهل الصحاح ومن سفيان والشافعي الشهم ذو الحكم. من ابن حنبل فينا وابن تيمية بل الملايين أهل الفضل والشمم. من نهرك العذب يا خير الورى اغترفوا أنت الإمام لأهل الفضل كلهم. نعم هو الإمام لكل من تفضل به الله سبحانه وتعالى عليه. لما رأت قريش انتشار الإسلام وبلغها ما لقي المهاجرون في أرض الحبشة من إكرام، اشتد حنقها على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فقامت باتخاذ إجراء ظالم جائر وهو حصار النبي ومن معه من بني عبد المطلب وبني هاشم في شعب أبي طالب، على أن لا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم. وكتبوا بذلك صحيفة، واستمر الحصار 3 سنوات عانى فيها النبي الجوع والحرمان ما لا يخطر ببال، فقد أكل من شدة الجوع ورق الشجر، ومع ذلك صابر مثابر في دعوته. ثم نقضت الصحيفة بعد ذلك وأخرج النبي ومن معه من الجور والتعسف والظلم. ثم أصيب النبي بمصيبة أخرى وهي وفاة أبي طالب العم الكافل المانع الحامي من أذية قريش، ووفاة كذلك زوجته خديجة الملاذ بعد الله والأنيس بعد ذكره. إنها كانت تؤمنه إذا قلق واضطرب، فسمي ذاك العام عام الحزن، فنالوا منه المشركون أشد النيل والإيذاء ما لم يكونوا ينالونه من قبل. فقد رمي صلى الله عليه وسلم بالأقدار على باب داره وداخل داره، حتى في القدر الذي يطبخ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم صابر محتسب. ولا أبوك عن الدنيا ولم تره وأنت مرتهن لا زلت في الرحم. وماتت الأم لما أن أنست بها ولم تكن حين ولت بالغ الحلم. ومات جدك من بعد البلوع به فكنت من بعدهم في ذروة اليتم. فجاء عمك حصنا تستكن به فاختاره الموت والأعداء في الأجم. ترمى وتؤذى بأصناف العذاب فما رؤيت في ثوب جبار ومنتقم. حتى على كتفيك الطاهرين رموا سل الجزور بكف المشرك القزم. أما خديجة من أعطتك بهجتها وألبستك رداء العطف والكرم، ولت إلى جنة الباري ورحمته فأسلمتك لجرح غير ملتئم. ورغم تلك الرزايا والخطوب وما رأيت في لوعة كبرى ومن ألم، ما كنت تحمل إلا قلب محتسب في عزم متقد في وجه مبتسم.